قصة اليوم قصة اللي هزت مصر وهزت العالم العربي ككل. قصة أب اللي تحول من أب حنين وحضن دافئ لولادو لشيطان قاتل بدم بارد، خلى الكل في حالة صدمة، اللي كيعرفوا واللي ما كيعرفوش. مرحبا بكم في القصة اللي شغلة الرأي العام حاليا في مصر وفي العالم العربي. إلا بغيتي تتعرف على الأحداث ديالها خليكم معايا حتى الآخر الفيديو. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد وقضيه جديده. القصه ديال اليوم غادي تاخدنا لمصر، بالضبط في محافظه الدقهليه، في واحد المدينه اللي سميتها نبرو. كان نهار 19 سبتمبر 2025، كان نهار عادي ككل الايام، ولكن غادي تحول كابوس من بعد ما واحد الاب غادي يرتكب جريمه اللي ما كيصدقهاش العقل. هذا الاب سميتو عصام عبد الفتاح، واللي كان وقت وقوع هذا الحادث في اواخر الثلاثينات من عمره. عصام كان متزوج من واحد المرأة سميتها آية، واللي غادي توفى في المستشفى في الوقت ديال كورونا، من بعد ما كانت كتولد المولود ديالها الأخير واللي سميتو محمد. عصام كانوا عنده 3 ديال الوليدات، مريم واللي كان عمرها 12 عام، معاذ واللي في عمره 7 سنين، ومحمد اللي كان عنده 5 سنوات. كانوا وليدات مربيين ومجتهدين، وكانوا كيبغيو الدراسة ديالهم وكيحماقوا على باهم. من بعد ما توفات الام غادي الاب يفكر انه يتزوج، وكان دائما كيقلب على شي مرأة اللي تربي ليه وليداته بحال وليداتها وتراعي فيهم الله. وبالفعل غادي يتزوج المره الاولى والمره الثانيه، ولكن غادي يطلق هذوك العيالات بدعوى انهم ما كيتهلاوش في ولادو وكيضربوهم وكيتعداو عليهم. هادشي بطبيعه الحال اللي قال عصام، ولكن ملي غادي توقع هاد الواقعه كلشي غادي يغير النظره ديالو، وغادي يعرفوا ان هذوك العيالات هما اللي طلبوا الطلاق حيت ما قدروش يستحملوا الطبيعه العصبيه ديال هاد الشخص اللي سميتو عصام. المهم من بعد ما عصام غادي يطلق المرة تاني اللي تزوج بها، غادي يبدا يفكر ويقلب على مرة اخرى اللي غادي تجي وتراعي ليه وليداتو. بقى كيقلب والعائله كتقلب معاه، حتى غادي طيح عينيهم على واحد شابه اللي سميتها نجوى. الاسم الكامل ديالها نجوى عبد العظيم مصطفى، كان عمرها 35 سنة، وكان عندها محل ديال بيع الأدوات المنزلية. كانت امرأة اللي تا هي مطلقة، ولكن كانت حنينة حنينة بزاف وظريفة. ومني تزوجت بعصام غادي تعامل هذوك الوليدات بحال ولادها، وكتر تهلط فيهم وكانت كتبغيهم بزاف، وحتى هما كانوا كيحماقوا عليها. عصام بحكم الخدمة ديالو اللي كانت ما بين السعودية والأردن، يعني كان كيهز السلعة وكيديها للسعودية والأردن، فكان دائما مهلي في وليداتو ومهلي في مراته اللي بغاتها هي والدراري، كيحضرها ليهم من ماكلة من لباس، أي حاجة بغاوها كيجيبها ليهم. وكانت عزيزة عليه نجوى بحكم انها كانت مهليه ليه في ولادو، ما بقاش هز الهم، يعني ملي كيسافر كيمشي وهو مطمئن حيت عارف ولادو في ايادي امينه. وكان دائما كيبقى يشكر فيها قدام الناس، وديما كان تيردد ان خيرها عمرو ما غادي ينساه. هاد الحياه اللي كانت كتعيشها نجوى وعصام والوليدات كانت كتبان مثاليه لكل الناس والجيران والعائله. عصام كان انسان متدين، مهلي في وليداتو ماديا ومعنويا، مهلي في دارو، مهلي في مراته. ونجوى كانت الام المثاليه لهذوك الوليدات، وكل شيء يعني انعكس على الدراسه ديالهم وعلى ادبهم. كانوا كيتعاملوا مزيان كيف ما قلت لكم، وكانوا مؤدبين وكانوا كيقراو مزيان. ولكن وراء الجدران ديال البيت كانوا بزاف ديال الخلافات وديال التوترات، وكانوا ديما مشاكل أسرية ما بين نجوى وما بين عصام. هاد عدم الاستقرار اللي كانوا كيعيشوا في العلاقة ديالهم والخلافات اللي كانت كتزاد يوم بعد يوم غادي تخلي نجوى تفكر في الطلاق، وطلبات من عصام ما مرة ما جوج باش يطلقها. ووصلت العلاقة ديالهم لطريق مسدود بالرغم من محاولات عصام أنه يصلح الأمر، ولكن الشخصية ديالته وطبعه العصبي دائما كان كيغلب عليه، ودائما كتكون مشاكل ومشاكل. الشيء اللي خلى نجوى ما تنزلش على القرار ديالها وبغات الطلاق بأي وجه كان. بقى عصام كيحاول معاها باش تراجع على القرار ديالو، لانه كان عارف انه ما عندوش اللي غادي يقابل ليه الدراري.
المهم غادي يمشي يعاود يسافر بحكم كيف ما قلت لكم هو سائق وكيمشي ما بين السعودية والأردن. غادي يمشي يسافر، ملي غادي يرجع نهار 19 سبتمبر غادي يمشي للدار، غادي يلقى ولادو كاينين بوحدهم في الدار ونجوى ما رجعتش للدار. غادي يخرج في هذاك النهار، غادي يمشي عندها المحل اللي كتشتغل فيه ديال الادوات المنزليه. ملي غادي يدخل غادي يقول لهداك الدري اللي خدام معاها انه يخرج، بغى يهضر مع مراته. بالفعل الشاب غادي يخرج على برا، غادي يسد الباب على اساس انه باغي يهضر معاها على حياتهم وما باغيش شي حد نهائيا يزعجهم من الزبناء اللي كيترددوا على المحل. واحد شويه هذاك الولد اللي خدام معاه اللي كان واقف حدا الباب غادي يبدا يسمع لغوات وصراخات. غادي يقول لهذوك الناس اللي تا هما عندهم محلات قرابين النجوى، هيقول لهم راجع عندها راجلها ودابا كنسمع الغوات كون راه يعني كيتناقشوا على شي حاجه. واحد شويه غادي يتحل الباب وغادي يشوفوا عصام خارج ومشى في واحد الاتجاه كيجري، فيما نجوى حتى هي مسكينه خارجه، ولكن غادي يشوفوها كلها عمرة دمايات وكتنزف. الناس غادي يتجمعوا عليها كيغوتوا، ونجوى في ديك الساعه كانت مازال عاقله وتتقول لهم راه راجلها اللي ضربها. غادي يهزوها الناس وما غاديش يتسناو حتى سياره الاسعاف باش تجي، غادي يهزوها غادي يديوها للمستشفى، وتماك نجوى غادي تدخل في غيبوبه. الأطباء اللي عينوها قالوا أن الحالة ديالها غير مستقرة وأنها متعرضة لأكثر من 13 طعنة، وقالوا أيضا أنها نزفت بزاف من الدم. في الوقت اللي كانت فيه نجوى في المستشفى الشرطة غادي تجي بطبيعة الحال للمحل من بعد ما تلقاو عدة اتصالات من الناس اللي كانوا تما قرابين المحل ديال نجوى. غادي تجي الشرطة، غادي يدخلوا، غادي يلقاو بالفعل أداة الجريمة مازال كاينة في المحل. أداة الجريمة اللي كانت من الأدوات اللي كتبيعهم نجوى، يعني عصام ما كانش جاي وجايب معاه الموس وإنما خداه من تما باش ضربها. الشرطة غادي يتوجهوا للدار باش يلقيو القبض على عصام، وتماك غادي يلقاو جريمة واحدة أخرى. عصام من بعد ما ضرب نجوى غادي يتوجه مباشرة للدار ديالو، وتماك كاينين الوليدات 3 اللي كان ديما كيقلب على اللي تراعي فيهم الله واللي تحفظهم واللي يعني تربيهم تربية حسنة. غادي ينهي حياتهم بواحد الطريقة بشعة، بلا رحمة بلا شفقة. غادي يدخل، غادي يشوف وليداته، غادي يعيط على اول واحد يعني اللي هو كان الصغير فيهم واللي سميتو محمد. غادي يجي عنده، غادي يخنقه. من بعد غادي يعيط على الثاني، الولد الثاني اللي سميتو معاذ، غادي يخنقه كذلك. واخر وحده كانت هي الطفله مريم اللي حتى هي غادي يخنقها. غادي يهزهم كاملين، غيحطهم حدا بعضياتهم وغادي يغطي، وغادي يدخل الفيسبوك وغادي يكتب: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولادي الثلاثه في ذمه الله. الناس بداو تيكتبوا ليه وكيصبروا فيه اشنو وقع، اشنو كاين، اشنو يعني كيفاش الدراري ماتوا بثلاثه في دقه واحده. ما كانش كيجاوب نهائيا على التعليقات، وغادي يمشي مباشره غادي يتصل بالجده ديال الاطفال اللي هي مرته الاولى هي اللي توفات. غادي يتصل بها وغادي يقول لها بان الدراري بثلاثه ماتوا. نخليكم تسمعوا الاتصال ونرجع. محمد ومريم ومعاذ ماتوا في الشارع، ماتوا خرجوا من الشارع، هم ماتوا هناك. طبعا بعد الجدة ملي غادي يوصل هذا الخبر غادي يتصل بالعائلة وغادي يمشيو لعين المكان، وتماك غادي يلقاو الشرطة والجيران كل شيء مجموع. وبالفعل غادي تلقى الوليدات بثلاثة مساكن فارقوا الحياة. عصام ما غاديش يكون في مكان الحادث، غادي يكون هرب، والشرطة كانوا كيقلبوا عليه. ومن بعد ما الدنيا كلها مقلوبة على عصام وكل شيء كيقلب عليه، غادي يجي واحد الاتصال الشرطة اللي غادي يقولوا لهم ان واحد الشخص نهى حياته. الشرطة غادي يمشيو لعين المكان وغادي يجمعوا هذوك الاشلاء اللي ملي غادي يطابقوهم مع الاوصاف والدي ان اي ديال عصام غادي يكون هو بالفعل. بطبيعة الحال هذه هي النهاية اللي غتكون ديال واحد الشخص اللي أناني وجبان اللي ما قدرش يواجه قتل وليداته ومراته كذلك اللي مازال في المستشفى، وغادي ياخذ الطريق الأقصر وغادي ينهي حياته حتى هو بشكل مأساوي، وغادي يولاو 4 ديال الجثث. هاد القصة بطبيعة الحال قصة محزنة بزاف. بقاو فيا دوك الوليدات مساكن اللي كانوا كيحماقوا على باهم
وحتى هو كيف ما تيقولوا الناس يعني كان موفر لهم كل شيء، ولكن في الاخير ما تقبلش انه تجي وحده تطلب منه الطلاق وولادو تاني غادي يبقاو بوحدهم. فقال اشنو غادي يدير، انه يحيدهم من هاد الدنيا. ربي يرحم هاد الوليدات، راهم وليدات يعني في الجنة وبين أيادي الرحمن، وهو راه خدا العقاب ديالو في الدنيا وأكيد غادي ياخدو في الآخرة. وكنتمناو الشفاء النجوى اللي مازال في المستشفى وكتقاوم الموت. العبرة من هذه القصة هو أن الإنسان اللي ما كيتحكمش في الغضب ديالو وكيستسلم للضغوطات والمشاكل دائما كيدمر حياته وحياة الناس اللي دايرين به. القصة ديالي غادي تسالي هنا، كنتمنى نتلاقى معكم في قصة جديدة إن شاء الله. وقبل ما نختم نقول لكم ما تنسوش ديروا لايك لهذا الفيديو وتسجلوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.